هاد الفيديو درناه خصيصا للناس اللي كيكريو السيارات وكيديروا بها كسيده. اجيو معنا باش تفهموا اكثر في هاد الفيديو اش خاصكم ديروا. اذا بالنسبه للناس اللي كيكريو السياره وكيحطوا شيك ضمانه، للتذكير هذاك الشيك ديال الضمانه ماشي قانوني، واللي شدوه ارتكب جريمه عقوبتها السجن لكلا الطرفين، جنحت حيازات شيك على سبيل الضمانه. لكن كيفاش تحمي راسك؟ اولا ضروري تسول مول الوكاله اين نوع من التامين داير، واش تو ريسك ولا عادي. اذا الا ما كانش تو ريسك، حاول ما تكريش من عنده، حيت غادي تولي في مشاكل انت في غنى عنها. ثاني حاجه، ما تكريش السيارات الغاليه ولا اللي عاطيه العين او جديده، لانها ماشي في الصالح ديالك. كيفاش؟ حيت فاش غادي دير كسيده غتقام غاليه في الاصلاح، يعني انت غادي تخلص كتر. اختار وحده على قد الحال امارش، باش حتى الا طرات شي حاجه المصاريف غتكون اقل وانت غادي تخلص اقل. فاش كدير كسيده لا قدر الله يحضر السلامه، مول كراء السيارات راه داير تامين على الطوموبيل، اذا غتعوضوا الشركه، ولكن هادشي ما كيعنيش انك ما غتخلص والو، لانه التامين ما غيعوضش 100%. انت غتخلص واحد الفرق اللي هو 10 او 5% اللي كيتسمى فرانشيز، باش مول الوكاله يرجع له رزقه كامل، هذاك الرزق اللي خسر عليها باش تصايبات، حيت ما يمكنش يتعوض غير ب 90% و10% يخلصها من جيبه، لانه كراها ليك وانت اللي داير بها كسيده. خاصك تعرف واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف. كاينين بعض وكالات كراء السيارات اللي هما نصابه ولقاو اللي ما عارفش القانون كينصبوا عليه. مثلا الخسائر كامله 4 ديال المليون كتعوضوا شركه التامين ب3 ديال المليون اللي هو سقف التعويض، وكيقول لك انت خلص ليا 3 ديال المليون تعويض، وهكا كيصدق ضارب 6 ديال المليون، والخسائر اصلا كلها قيمه ديالها غير 4 ديال المليون، يعني هو صدق مصاوب طوموبيلته كما كانت وربح 2 ديال المليون من الفوق. هادشي كامل الا ما بغيتيش تخلص، هاد مول الوكاله كيكتب في الشيك اللي عنده خاوي 3 ديال المليون وكيدير فيه التاريخ وانت ديجا سانيه. اش كيدفعوا للبنكه في حاله كان عندك الرصيد كيتقطع عليك، ما كانش كيتقيد عليك اصدار شيك بدون رصيد، وكتمشي للمحكمه وكتحكم عليك بالحبس زائد غرامه، واخا تدبر على الفلوس، واخا تخلص مول الشيك، يعني باش تعتق راسك، لكن غتدوز الحبس وتخلص الغرامه لانك درتي جريمه ثابته في حقك، وهي اصدار شيك بدون رصيد. عاد خلص خونا ولا كاع ما تخلصوا، لانه ما بقاش عندك مشكل معاه، كيولي المشكل مع المخزن. هذاك التاريخ اللي كيكون في الشيك اللي كتكون انت عمرتيه النهار الاول، واللي هذاك التاريخ كيبقى يستفزك به مول الوكاله، كون على يقين على انه راه ما غاديش يدفعوا. علاش؟ لانه ماشي في الصالح ديالو، حيت الا دفعوا انت غتدوز الحبس وغتخلص الغرامه وهو ما غادي يستافد حتى شي حاجه. من جهه اخرى انت ديما خاصك تعرف شركه التامين واش عوضات مول الوكاله ولا باقي، حيت انت خاصك تخلص غير الفرق اللي غيكون قليل اللي هو 10% من الخسائر، وكاين شي خسائر اللي انت ما خاصكش تخلصها حيت هو اصلا علاش داير شركه التامين. ولكن في حاله الا كنتي سكران او لا حرقتي الضوء الاحمر ودرتي كسيده، راه انت عندك فيها المسؤوليه، اذا انت خاصك تخلص 10%. وما تنساش الخسائر كيقيمها خبير، يعني اكسبير، ماشي ميكانيسيان عنده كراج هو اللي كيديك عنده لانه الصديق ديالو. بان لك داكشي مبالغ فيه، قول له نجيبو خبير. اصدقائي في الاخير نتمنى انه هذا الفيديو هذا يكون فادكم بشي حاجه. كاع الناس اللي عندهم اسئله او تساؤلات يخليوا لي في التعاليق، وشكرا لكم بزاف ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر اللي غيكون فيه يعني معلومات جديده وحوايج عاوتاني اللي غادي تفيدكم في الحياه ديالكم. الى اللقاء.